تخاف الله؟ ضايق صدرك عشانك عصيت الله؟ دام في ألم من المعصية أنت بخير. كلما أذنبت جدد توبة وأبشر برحمة الله. أن التوبة من أفضل العبادات وأجلها. لو كنا نكرر الذنب ولو كنا نرجع إلى الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذنب عبد ذنبا فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فإني قد غفرت له. قال فمكث ما شاء الله له ونعم فحاد ثم قال يا رب إني أذنبت ذنبا. قال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة فإني قد غفرت له. ثم عمله ثالثة فقال ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره. إني قد غفرت له ما دام على ذلك. ما سمعناه استمر في المعصية، لا، بل كلما أذنبت جدد التوبة وأبشر. باب الله مفتوح إلى أن تخرج الشمس من مغربها. يا جماعة توبوا توبوا. الشيطان يقول لك بعدين، قول لا الحين بتوب. التوبة أهمية بالغة وثمرات مباركة بالدنيا وبالآخرة. محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الصحابة يقولون نعد له من 70 إلى 100 في المجلس الواحد يستغفر الله عز وجل. أنا وإنت شو نقول؟